يا مساء الخير عليكم، يا مساء الورد والفل والياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رحمة علاء. لو اول مرة تشوفيني اعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وتعالي شوفي فيديو النهاردة ايه. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة فيديو غريب شوية وجديد. رحت عند ماما، لقيت عندها بوكس كده كبير، فبقول لها ايه ده؟ قالت لي دي مشتريات رمضان. قلت لها خلاص انا هصوره واوريه للمتابعين بتوعي. يلا بينا نتفرج نشوف ماما كانت جايبه ايه حاجه رمضان، وحاجات كمان مش تستخدم لرمضان بس، هي عيناها تستخدمها في رمضان. زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، رمضان شهر البهجة والخير، وفي طقوس كده بتخلينا ان احنا نبقى مستعدين نجيب اي حاجة جديدة على رمضان. اول حاجة كده دي القطع المغناطيس دي، كانت مغناطيس للتلاجة. كانت انا كنت جايبة منها شكل الاستاكوزا دي اللي انا قلت لكم عليها، كانت مكسورة، بس هي بتاعت ماما بقى كانت ايه، طلعت سليمة. وشكل الفرخة ده او الديك وشكل الفراشة هما حلوين قوي قوي، بيدوا منظر حلو قوي على مثلا على التلاجة، على اي سطح ان المغناطيس يلزق فيه. حلوين قوي وبيدوا شكل حلو. ولقيتها برضو جايبه المعطر ده، ريحته بجد جميله جدا، وبالذات ريحه الورد. بتحس كده المكان فيه انتعاش كده حلو. الورد يعني بيخلي ريحه حلوه للمكان. اسمه روز جاردن روز، ده اكيد يعني الكوبي بتاع الجليد. ولقيت عندها برضو البراد القمر ده براد بورسلين كده كده، بيتحط على النار. حجمه حلو قوي وشكله عجبني جدا، بس لقيت جواه حاجه كده مش عارف، معرفتش ان انا احط ايدي واطلعها. زي ما انتوا شايفين شكل البراد ما شاء الله جميل جدا. ربنا يا رب يجعلها تستخدمهم ايه في الهنا. ما كنتش عارفه ماركته ايه، بس هو خامته حلوه قوي قوي. وكان شكله شيك كده، ما كانش شكله معروف يعني، كان شكله مختلف شويه. عجبني جدا. طبعا قعدت اتحايل عليها ان انا اخده، قالت لي ايه لا، بس في الاخر طبعا هاخد اللي انا عايزاه. وكانت برضو جايبه الصينيه الدانتيل دي، اللي هي الدانتيل البلاستيك اللي هي التقليد بتاعه ايكيا. كانت جايباها من مكان كده بيبيع حاجه مستلزمات الكوبي بتاعه ايكيا. وبرضو الاطباق دي عجبتني جدا، كانوا كده الاطباق على شكل قلب حلو قوي. كانت ممكن تقدمي فيها قطع جاتو او قطع كنافه، حاجه حلوه يعني، بس تكون ايه صغيره، او حتى لو هتعمليهم للتسالي. هما كانوا كده المجموعه دي، ومعاها كمان طبق كبير. انا لما سالتها قالت لي انها اللي مجمعه المجموعه، يعني المجموعه مش مع بعضيها، لا هي اللي كانت مجمعه المجموعه. بس يعني كان كشكل في الاخر او كطقم، كان شكلهم حلو قوي ويدوا ان هما طقم، بس هما كانوا متجمعين، ما كانوش طقم على بعضه. ممكن زي ما قلت لك تحطي فيهم للتسالي، للحلويات، لحاجه حلوه كده، بتبقى شكلها حلو قوي شيك. بس طبعا ده ازاز، من ظهره كده تحسي ان هو الخطوط فيه بارزه، يعني مش املس الظهر، لا هو الازاز من ورا، تحسي ان الرسومات اللي فيه دي بارزه كده، تحسيها بايدك يعني. بس كان شكلهم حلو قوي قوي، ويا رب يا رب تتهنى بيهم. وزي ما قلت لكم ان الفتره دي انا ما اقدرش احدد اسعار، وما اقدرش اقول لكم اسعار، هو كده يعني كل حاجه كل يوم بتختلف في سعرها. فانا مش اصلا انا مش عارفه الاسعار بتاعه الحاجات دي ايه، لان انا اتفاجئت بيها موجوده. وده كده كان شكل كده ماكيت شكل البوجي. لقيته برضو موجود في وسط الحاجات، فكان شكله حلو قوي. تحطيه كديكور في الصينيه، او كديكور في ديكورات رمضان ان شاء الله. ودي كانت علبة مناديل برضو من الخشب، شكلها شيك قوي وحلوة، بتحطي فيها كده على المناديل. بس بتكون يعني مناديل حجمها قليل، ما بتكونش حجمها كتير، يعني زي ما انت شايفة هفتحها لك كده من ورا، بتتفتح يعني حجمها مش بيكون حجم علبة المناديل اللي هو الحجم الطبيعي اللي احنا عارفينه، لا بتبقى صغيرة شوية. حجمها صغير شوية على شكل راديو كده، اللي هو الراديو بتاع زمان. كان شكلها شيك قوي وحلوة جدا. آه، تحطيها كديكور في اي مكان، مش يعني مش هتبقى مختلفة قوي، هتمشي على اي حاجة لانها خشب. ودي كده كانت علب من البقوليات، علب بقوليات كده، تحطيها في المطبخ. لقيتها برضو جايبة منها كذا قطعة. ممكن تحطي فيها رز، تحطي فيها مكرونة، تحطي فيها اي نوع من انواع البقوليات، بتحطيها في التلاجة او بتحطيها في ظرفة المطبخ، بتكون قريبة لايدك، بدل ما نحط الحاجات في الاكياس بتاعتها وتبقى مركونة وكده. لا العلب دي سهلت علينا كتير، وبتخلي المنظر الجمالي حلو قوي.
ممكن تحطي فيها رز، بس يعني دي هتبقى قليله قوي على الرز. دي ممكن تحطي فيها رز، دي بتاخد ساعه 2 كيلو. حلوه قوي. كان مكتوب كان ملزوق عليها ورقه كده كيلو 2 كيلو، بس اتقطعت وانا بفتحها. حلوه قوي، وخامتها من البلاستيك الحلو. واحلى حاجه فيها انها مكتوب عليها انها المثلث رقم 5، يعني دي صالحه للاستخدام. لان انا لقيت منها في اماكن انها مش من النوع اللي بيكون عليها رقم 5، فدول كانوا حلوين قوي وصحيين للاستخدام. زي ما قلتلك، بتحطيها في التلاجة، بتحطيها في دولاب المطبخ، بتحطيها في اي مكان، بتكون حافظه الحاجه. واحلى حاجه فيها كمان انها شفافه، فبتظهر لك الحاجات الموجوده جوه العلبه بكل سهوله. يعني مش بتضطري ان انت تفتحي العلبه وتشوفي ده نوعها ايه. ولقيت برضو عندها التمرية دي. كانوا كده 3 قطع برضو، كانت تقريبا بتحاول تجمع مجموعة منها. بتستخدميها في كل حاجة، بس معروفة ان هي بتاعت رمضان. بتحطي فيها تمر، بتحطي فيها خشاف، مكسرات، حلويات، اي حاجة. واجمل حاجة كمان انها بالغطا بتاعها، يعني سهل ان انت تحطي فيها الحاجة وتغطيها، وما تقلقيش عليها انها تتعرض لاي هوا لاي حاجة. يعني الغطا بتاعها هو اللي مخليها شكلها حلو. الرسمتين بصراحة كانوا احلى من بعض، وشكلهم جميل جدا. ان شاء الله تستخدمهم في الهنا يا رب، ويجي علينا رمضان بالخير. وطبعا رمضان بيجي برزقه وخيره وكل حاجة، فنتفائل خير ان شاء الله في الفترة اللي جاية. ده كده كان مج برضو للعصير بشليمو. مش عارفة هو ده هو ده جار، بس حجمه برضو كان صغير، ما كانش الحجم الكبير قوي. كان شكله حلو قوي كده على شكل البطيخة من فوق. طبعا بتحطي فيه اي مشروبات باردة، مش بتحطي فيه اي مشروبات سخنة خالص. وده كان الفيديو بتاع النهاردة. بشكر كل اللي اتفرج على الفيديو. لو ما عملتيش لايك اعملي